من 6 دول مختلفة رايحين يختبروا كرم أهل اليمن. يا وائل، يا هلا. أذن علي المغرب وأنا في الطريق وبيتك قريب مني، أجي أفطر عندك؟ يا هلا ومسهلا، نورتونا وشرفتونا. يا هلا والله يا جماعة، والحب على الحاصل. أهم طبق في رمضان، وهذا يسمى الشفوت، يتكون من خبز اللحوح مع اللبن والخضار. العصير بعد زين. هذا والله يسموه هذا عصير يمني. عصير الليم. وطبعا الشوربة والسمبوسة والتمر ما تخلو منها أي سفرة يمنية. والحمد لله رب العالمين. وبعد صلاة المغرب بدأ الشوط الثاني. ايه دي ايه البراكين دي يا عم الحاج. السلطة والفحسة هذه ما تتأكل إلا مع نوع معين من الخبز، أكيد اليمنيين يعرفوا اسمه، اكتبوا لنا في التعليقات. أما العصيد فكان يحكي قصة تراث مع طعم يطلع إلى المخ مباشرة. جاد الله عليكم لا واكرمكم والله يا الله. جماعة، الطبق الرئيسي لسه والله ما نزل. ايش هذا والله والله شبعنا. ما نزل الطبق الرئيسي ينزل عندنا آخر إشي. يخلف عليكم دائما. والله باقي أهم طبق يا أخي والله كرم اليمنيين أهم طبق والله ما باقي. له حدود. الشوط الرابع نزل ما لذ وطاب من الأطباق والحلويات اليمنية، وعلى رأسها بنت الصحن. بيض الله وجهك يا وائل هلا والله. وسهلا. ألف شكر صراحة. دايماً. أقول لكم لا أحد يختبر اليمنيين أبدا في كرمهم. يا هلا حب وسهلا. كبير لليمن ولليمنيين.